يا مساء الورد، مساء الفل، مساء السعادة على 100 مليون أهلاوي عايشين على أرض أم الدنيا وأحلى وأجمل الأوطان، مصر العظمى. شاء من شاء وأبى من أبى، هي مصر العظمى. تحيا جمهورية مصر العظمى. مساء الفل عليكم يا أهلاوية. إيه رأيكم تعالوا نسمع الحتة دي كده؟ تعالوا نسمع كده. منهم حكم من احد المقربين من رئيس اللجنه، وهو يعني المدلك الخاص بتاعه ما قالش نعم. حاجه. يعني هو ايه؟ المدلك هو بيعمل مساج وهو بيعمل له مساج. يعني هو الراجل اللي عنده بيحب يتعمل له مساج، فهو بيحكم في الدوري الممتاز. هو عنده 2 أو 3 تقريبا. 2 أو 3 مدلكين من الحكام. فهو تقريبا لما علق انت حاجه بتقول الحاجات دي في الاخر ولا انا؟ لا، وانا في حاجه انا مش فاهمها ولا ايه؟ انا مش عارف. لا دي حقيقه. هو حاجه مش معروفه في ان في 2 حكام 3 حكام في الدوري الممتاز. هم مدلكين بيدلكوا رئيس اللجنه. مدلكين وموجودين يعني كمدلكين وحكام في نفس الوقت. هو اصلا يعني عندهم الاوبشن ان هم مدلكين، لكن مش شغلتهم الاساسيه يعني. لكن هم طبعا موجود. هو كان وجود تعليق بالنسبه له سنه بس اكمل النقطه دي ما تضحكش، انه علق. انا مش فاكر التعليق بتاعه، بس هو شاله بعد واحد من المدلكين ده كان بالنسبه له يعني خيانه. فهمني ازاي اصلا حتى هو التعليق لو ما فيهوش حاجه. بس انا مش فاكر التعليق لان التعليقات كانت كتيره 400 500 تعليق، مش فاكرهم او مش شايفهم. فلما عرفت ان هو اتوقف وزعلان وبعدين رجع لعب، قلت لهم ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال لك هو شال التعليق. رحت اشوف ما لقيتش فعلا التعليق. فهي القصه ان انت جاي شاغل بالك ليه. المصريه هو ده حال منظومه كره القدم المصريه في مصر. فشل، فساد. رئيس لجنه التحكيم جسمه ما بيفوقش لما يجي 2 ولا 3 حكام دوليين يدلكوا له ويعملوا له مساج. ده مش كلامنا، ده كلام محمود البنا الحكم السابق. كلامنا هنا موجه لهامان القوى المصريه وامبراطور المناصب في الاتحاد المصري والدولي والافريقي، هاني ابو خيبه المعروف بهاني ابو ريده. انت رئيس منظومه فاشل، انت رئيس اتحاد قوى فاشل. انت المفروض تتحاكم محاكمه اخلاقيه. ده اللي موجود في اتحاد القوى في الجبلايه. بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل محمود وفا واحد من ال3 مدلكين بتوع رئيس لجنه الحكام؟ اوسكار رويز. طب انت مين اوسكار رويز اللي انت جايبه ده يطور منظومه الحكام؟ طب فين المنظومه اللي اتطورت؟ وانت كل يوم عندك كل انديه الدوري العام بتشتكي، يا منظومه فاشله، يا منظومه فاسده. السؤال هنا لهنا ابو خيبه، انت هتمشي امتى؟ اوحوا. انت راجل فاشل، انت رئيس اتحاد قوى فاشل. السؤال اللي هنفضل نساله، انت قدمت ايه لكرة القدم المصريه؟ انت ما بتديرش اتحاد كرة القدم، اللي بيدير اتحاد كرة القدم احمد مجاهد. انت قدمت ايه للانديه المصريه؟ من اول الخطاب اللي استخبى من النادي الاهلي، من اول ما ططيت راسك وبعت اعتذار للاتحاد المغربي في الوقت اللي الجماهير المغربيه زامت فيه على السلام الوطني. انتوا منظومه فاشله، انتوا منظومه فاسده. امشي، اوحوا. هل الدوري موجه السنه دي؟ ايوه الدوري موجه السنه دي. وعلى فكره احتمال كبير قوي يكون في مؤامره على الزمالك والاسيوطي. ما هي لعبه زي ما يكون عزبه ابوكم. خلونا نتفرج الايام الجايه ونشوف الفضايح اللي جايه. واذا كان في الرياضه المصريه حاجه حلوه، هيفضل هو النادي الاهلي، ويبقى الاهلي دائما وابدا فوق الجميع. والحمد لله على نعمه النادي الاهلي.